ولكن في وسائل إعلام عربية تحدثت عن وساطات قد يقوم بها الملك الأردني للجزائر مع دولة أخرى. ظالمينه والله، لا ظالمينه. إنسان طيب، إنسان لا، ما شوف، ما ذكر لي حتى دولة، ما جاء على وساطة ولا تكلم على وساطة، لا هو ولا غيره. ما الناس تتأول وتدير. حنا لازم يعرفوا الجزائر مليح. لما تكون شي حاجة الشعب الجزائري أولى بالمعلومة. كون كانت فيه وساطة أنا نقولها للشعب الجزائري وما ندركش عليه. وفي اللقاء مع مسؤول من مسؤولين العرب قال تكلمنا وتكلم على الوساطة، وقلت له باللي ما كانش الأمور. أعتقد أن الأمور تجاوزت مرحلة الوساطة. ما دمنا في الدول العربية، شاركتم مؤخرا في حفل افتتاح كأس العالم. شفنا لقاءاتكم مع مختلف القادة المشاركين ومع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. كيف كان اللقاء، خاصة أنه فيه أخبار أنه فيه زيارة مرتقبة له للجزائر؟ فيه، هو كان باش يزور قبل، كان باش يزور حتى قبل اجتماع القمة العربية. أنا ننتظروا فيه، بلاده مرحبا به، وقت ما بغى يجي مرحبا به. علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقات طيبة جدا 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 جدا. حتى لما مشيت في زيارة رسمية يعني شعرت بواحد الشحنة نتاع مودة وإخلاص لبعضنا بعض مع جلالة الملك خادم الحرمين. الناس تبغي تدخل بين دولتين باش تخلق مشاكل، باش ربما يقول لك باش كاش ما يقول كلمه زايده على الاخر ويزيد يعمروا باش يقول. يعني دائما التفرقه. علاقاتنا مع المملكه العربيه السعوديه علاقات طيبه جدا، وما فيه شيء. احنا لا كان في بعض الاحيان في قراراتنا الخارجية قرارات سيادية، وهما قرارات سيادية. نحاول باش نفهم بعضنا بعض، تكون عندنا نفس الأهداف. أما العلاقة الثنائية يعني نقول لك طيبة جدا جدا وباحترام تام، والأشقاء السعوديين يحترموا الجزائر احترام خاص، ونفس الشيء بالنسبة لنا. لماذا لم يلتف الليبيين حول المقاربة الجزائرية رغم أنه مقاربة يعني واقعية، مقاربة رحبت بها حتى الأمم المتحدة؟ يعني مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا. احنا فتنا مع مرحلة والجزائريين يعرفوها والجزائريات يعرفوها، وهذاك اللي قوات حبنا في الجزائر وحبنا في الجزائريين كلهم. فتنا مع مرحلة وين الدولة ما بقاتش. 1992 الرئيس شادل رحمه الله استقال، المجلس الوطني تحل، الإرهاب شعل، وصلت حتى كان يستنتج ديو جمعة مسؤولين كبار باش تلقي بيناتهم. من بعد الروح الوطنية تغلبت الناس، الشعب ناض قال بركانة تفاهموا في بعضكم بعض وداروا مسيرات نتاع النساء ونتاع كذا ونتاع كذا، وحلينا مشكلنا وحدنا. كل الناس كانت تغذي في الجزائر ذاك الوقت بالسلاح الإرهاب، وممنوع الجيش يبيع له بندقية، والطيارات نتاعهم ما تجيش، ولكن تغلبنا والحمد لله. خلاصة أن بدون روح وطنية عالية جدا ما النزاعات مثل النزاع اللي موجود حاليا في الشقيقة ليبيا يصعب الحل تاعها. بالحديث عن ليبيا نتحدث عن تونس. تونس فيها انتخابات تشريعية، فيها حديث كثير في الإعلام، فيه دول كبرى تطالب تونس بإصلاحات دون تأخير. ما تعليقكم سيادة الرئيس؟ والله تعليق، أنا تعرف نحترم أخي قيس احترام، لأننا نعرفه إنسان نزيه، إنسان مثقف، إنسان قومي. ما ندخلش في الأمور الشؤون داخلية نتاع تونس. نحترموا الشعب التونسي أقصى احترام بكل أطيافه. احنا اللي علينا باسم الجوار والأخوة والماضي المشترك ما ننساش، عمرنا ما ننسى باللي فيه أطفال ونساء ومشايخ ماتوا في سقي يوسف من أجل الجزائر.
وما ننساش باللي كانوا هما القاعده الخلفيه نتاعنا. وتونس من استقلالنا الى يومنا هذا ما شفنا منها حتى مشكل كلهم. اذا خلي تونس تحل مشاكلها، وحنا اللي احتاجونا رانا هنا، ما احتاجوناش الله يعاونهم وخلاص. تونس تخرج من المشاكل تاعها، أنني عارف فيه طبقة سياسية في تونس تتغلب عليها الروح الوطنية ويسمحوا في حقهم باش تونس ما تنهارش، وما اعتقدش أن تونس تنهار. هذه كلها تبقى أمور داخلية للسلطة التونسية وللشعب التونسي، ولا أنا ما نسمحش نفسي وما خليناش حتى ناس آخرين قلنا لهم علانية باش يتدخلوا في الشأن التونسي مثل الشأن